السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت صينيه كده كله مع بعضه سجق، وعملت كبده. طريقتها سهله جدا وهتعجبكم جدا. ممكن تاكلوها مع رز بسمتي، ممكن مع عيش. انا هنا عملت رز بسمتي. اول حاجه بجيب نص كيلو من الكبده، بحطها كده في مصفى، بقطعها قطع صغيره، وبعد كده بحط عليها معلقتين كبار من الدقيق، وبعصر عليهم ليمونه، واسيبهم يصفوا الميه بتاعتهم الوحيده، وبعدين بشطفها شطفه حلوه. طبعا ما بحطش خل خالص. بعد كده بجيب الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها، بحط معلقه زيت كبيره، وبحط قطع الكبده كده، وبفضل اشوح فيها لغايه ما تنزل كل الميه اللي فيها. لما احس ان هي خلاص اتشوحت شويه، بحطهم كده في جنب، وبجيب السجق بتاعي وبحطه كده في الجنب التاني، وبفضل برضو نفس الطريقه اشوح فيه. بعد كده بغطيهم بغطا الصينيه، وبسيبهم شويه كده مع نفسهم. بعد كده فتحت الغطا ودخلتهم كده في الجوانب يعني، وبعدين جبت شرايح من بصل جوليان وشرايح من الفلفل الالوان وطماطميه واحده قطعتها مكعبات، وبنزل بيهم على الصينيه كده بالطريقه دي، وبفضل اقلب فيهم شويه. بجيب البهارات بتاعتي: ملح، كزبره ناشفه، فلفل اسود، ومعلقه صغيره من الكمون. بعد كده بنزل بالبهارات كلها مره واحده، وبقلبهم. وبحط نص كوبايه من الميه، وبسيبهم بقى يستووا مع نفسهم. بعد كده عملت الرز. طبعا عملناه كتير مع بعض، اللي هو بصل وطماطم، فلفل الوان، والبهارات بتاعتي: بهارات الكبسه واللومي وقرنفل وقرفه وحبهان. وبكون نقع الرز حوالي نص ساعه. طبعا كوبايتين من الرز البسمتي بياخدوا 4 كوبايات من الشوربه. بعد كده الرز عندي استوى وبقى جاهز. بعد كده عملت سلطه طحينه، وعملت معاها عيش كده. بتجيبي عيش عادي جدا اللي هو العيش البلدي، وبتقطعيه، ممكن تقطعيه مكعبات مثلثات بالطريقه اللي تعجبك، وبتحمريه، بيكون حلو جدا مع سلطه الطحينه. بعد كده بقى كانت الصينيه عندي خلاص جهزت، والرز عندي جاهز. بدات بقى اغرف الرز بالطريقه دي، وبعد كده غرفت السجق والكبده، وزوقتهم بقى. ممكن تزوقي بفلفل، ممكن تزوقي ببقدونس، بالشكل اللي يعجبك. اكله سهله وسريعه وما بتاخدش وقت مني خالص. ممكن تاكليها بعيش، وممكن تاكليها برز بسمتي. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويدوس لايك ويفعل الجرس عشان كل جديد يوصلكم مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.